دلوقتي تعالوا نتكلم عن حاجة عظيمة بدأت في البروتيروزويك وبتتكرر في تاريخ الأرض لحد النهاردة، واللي هتخلي القارات تثبت أكتر وقت. الدورات الأوريجينية الأوروجينيك سايكلز، اللي هي بكل بساطة بناء الجبال عبر العصور. الجبال اللي بنشوفها دلوقتي قصتها بتبدأ من مليارات السنين. زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت، الصفائح التكتونية وهي بتتحرك بتخيش وتتكسر، وفي النهاية بتبني جبال عملاقة. الجبال دي مش بتطلع مرة واحدة، لكن بتاخد وقت طويل علشان تتكون. يعني ممكن نقول إنهم نتائج طحن طويل بين صفائح الأرض. تخيلوا إنكم واقفين قدام سلسلة جبال ضخمة، لكن بدل ما تكون حديثة زي الهيمالايا أو الأنديز، الجبال دي عمرها مليارات السنين. لو قدرتوا ترجعوا بالزمن للبروتيروزويك، هتلاقوا إن الكوكب كان ساحة لمعركة ملحمية بين القارات. تصادمات ضخمة شكلت ملامح الأرض زي ما نعرفها النهاردة. أول بطولة في هذا الفيلم الجيولوجي كانت من نصيب الأوروجينية الترانس هيدسونية، الترانس هاتسون أوريجين، واللي حصلت لما مجموعة كراتونات أركية قديمة لبسوا في بعض علشان تتكون سلسلة جبلية ضخمة امتدت خلال اللي نعرفه النهارده بكندا وشمال الولايات المتحدة. تخيلوا كأنها أول محاولة لتجميع قارة أمريكا الشمالية، بس بطريقة بطيئة جدا خدت ملايين السنين بدل ما تكون في كام يوم زي اللي